السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم موضوع مهم جدا جدا، موضوع تبديل البرمي التونسي في إيطاليا. كيفاش البرمي التونسي يولي برمي طلياني؟ يعني تغيير رخصة السياقة التونسية إلى رخصة سياقة إيطالية. هذا هو الموضوع متاع اليوم، وباش نحكيو زادا كيفاش فما برشا توانسة حاليا قاعدين يمشوا باش يبدلوا البرمي التونسي ويجاهم الرفض. قبل ما نبدأ نحكي في المواضيع، نتمنى انكم تعملوا اعجاب بالصفحة وتنشروا الفيديو في المجموعات حتى تعم الفائدة. نبدأ بالموضوع الأول، تبديل البرمي التونسي في إيطاليا. أول حاجة نمشيو نحكيو على الشروط. شنو الشروط باش واحد تونسي يبدل البرمي متاعو يولي برمي طلياني؟ الشرط الأول إنه تكون خذيت البرمي التونسي قبل ما تعمل الريزيدنس في إيطاليا، قبل ما تعمل الإقامة في إيطاليا. الشرط الثاني إنك تكون عندك ريزيدنس في إيطاليا ويكون عندك بيرميسو دي سوجورنو في إيطاليا. الشرط الثالث إنك كيف تمشي تعمل المطلب متاع تبديل البيرميسو ما يكونش عندك أكثر من 4 سنين في إيطاليا، يعني تعمل مطلب التبديل قبل ما تعمل 4 سنين إقامة في إيطاليا. إذا كان عندك الشروط هذه الكل راك تنجم تبدل البرمي التونسي متاعك. طيب باش نحكيو على ملف تبديل البرمي مناش يتكون، يعني الوثائق اللازمة. الوثائق اللازمة زوز تصاور، نسخة من الكوديشي فيسكالي، نسخة من بطاقة التعريف الإيطالية، البرميسو دي سوجورنو متاعك، البرمي التونسي متاعك، وشهودي شهادة ثبوتية البرمي منين تاخذها من السيرفيس دي مين من تونس. ورقة أخرى مهمة هي تشيرتيفيكاتو ستوريكو دي ريزيدنسا، اللي هو التاريخ، يعني اللي هو السكنة متاعك في إيطاليا وقتاش بدات. هذه منين تاخذها الورقة تمشي للبلدية متاعك وين تسكن الكوموني، تقول لهم نحب تشيرتيفيكاتو ستوريكو دي ريزيدنسا، باش يعطوك ورقة يقولوا لك من وقتاش أنت ساكن في إيطاليا. هذيك الورقة مهمة باش لو تسكولا تعرف انت قداش عندك في ايطاليا، على خاطر كما قلت لكم اذا كان تفوت 4 سنين ما عادش عندك الحق تبدل البرمي. اوكي، وشنو اخر مهم؟ الفيزيتا ميديكا، اللي هو الشهادة الطبية. في اغلب الحالات مدرسة تعليم سياقة قوي مش تعمل المطلب نتاع تبديل البرمي، هم يعملوا لك الشهادة هذه. المبلغ نتاع تبديل البرمي كل بقعة في إيطاليا وقانونها. فما شكون يقول لك 150 اورو، فما شكون يقول لك 200 اورو، و200 اورو مثال، وهما والسكولا غويدا تعمل لك هي الفيزيتا ميديكا كما قلت لكم، يعني نورمالمون مش اقل من 150 اورو ومش اكثر من 250 اورو. كان قالوا لكم اكثر من 250 امشوا لمدرسة تعليم سياقة اخرى. المهم بعد ما يكونوا عندك الوثائق هذا الكل، اول حاجه تعملها تهز البرمي متاعك وتهز شهاده ثبوتيه البرمي اللي خذيتها من سيرفيس دي من تونس، وتمشي لقنصليه تونس بايطاليا اللي تابعه البقعه اللي انت تسكن فيها. مثال انت تسكن في سيشيليا تمشي قنصليه تونس بايطاليا في باليرمو، انت تسكن في تورينو تمشي قنصليه تونس بايطاليا في جينوفا، يعني تمشي لقنصليه تونس بايطاليا القريبه ليك. وشنو يعملوا لك غادي؟ يعملوا الترجمه نتاع البرمي نتاعك. بعد ما يعملوا لك الترجمه انت تاخذ موعد من البريفكتوره وتمشي للبريفكتوره ويصادقوا لك على الترجمه ذيك، مع العلم ان البريفكتوره لازم تاخذ موعد قبل، يا تكلمهم بالتليفون يا تبعث لهم ايميل يا تمشي لهم مباشره وتهز معك تمبري ب 16 اورو يصادقوا لك على الترجمه ذيك. بالطريقة هذه الدوسية يكون كامل. تمشي طول لمدرسة تعليم سياقة وتصب عندهم الدوسي وتستنى بين شهر شهرين، بعد يعطوك نورمالمون يعطوك البرمي الطلياني وياخذوا منك البرمي التونسي. الاتفاقية هذه يا جماعة من 2005 التوانسة في إيطاليا قاعدين يعيشوا بها، لكن حاليا فما مشكلة كبيرة اللي باش نحكوا عليها تو. المشكلة هي انه فما برشا توانسة حاليا في برشا مدن في ايطاليا، ما هيش كل المدن الايطالية، برشا مدن في ايطاليا يمشي التونسي لمدرسة تعليم سياقة يدفع لهم الفلوس ويصب المطلب، وبعد بشهر شهرين يجيه الرفض، نرفضوا تبديل البرمي التونسي. شنو السبب؟ يقولوا له راهو البرمي التونسي متاعك
من تالي فما كودا بار ما هوش داخل في الاتفاقية بين تونس وإيطاليا، وبالطريقة هذيك التونسي يخرج بلاش برمي. مع العلم أنه حتى المغاربة يعيشوا في نفس المشكلة في إيطاليا. المغاربة زادة ما عادش يبدلوا لهم البرمي المغربي في إيطاليا، والبرمي مهم جدا في إيطاليا للناس الكل. معناها بلاش برمي واحد ما ينجمش يمشي يخدم، بلاش برمي واحد معناها. ونعرفوا أنه المناطق الصناعية في إيطاليا بعيدة ياسر على المدن، يعني إنسان كيفاش باش يمشي يخدم بلاش كرهبة، يمشي بسكليت خاصة في الشتاء فيها البرد. يعني إنسان بلاش برمي معناها كيفاش يجيب قوت أولاده، كيفاش يخدم، كيفاش يقتات، معناها حياته توقف. معناها مشكلة كبيرة ياسر يعيشوا فيها التوانسة والمغاربة زادا. بصراحة أنا قد ما نحكي على البرمي وشوية على خاطر برشا مشاكل والناس قاعدة تتشكى. نتمنى أنه الهيئات الدبلوماسية التونسية في إيطاليا ووزارة النقل الإيطالية يقعدوا ويحكيوا في المشكلة ويحلوها لنا. خلي معناها تتحل المشكلة هذه، المشكلة الكبيرة اللي الناس كل نعانوا منها. وذلك علاش لازم تنشروا الفيديو باش يوصل صوتي وصوتكم، يوصل للجهات المسؤولة، خليهم يحسوا يعني بمعاناة المهاجر اللي البرمي متاعه يترفض انه يتبدل. نتمنى انه الفيديو متاعي يكون فادكم، وان شاء الله الصوت متاعي ومتاعكم يوصل وتتحل المشكلة هذه. وانا باش نبقى نتبع في المسألة هذه اللي تتحل المشكلة على خاطر المشكلة كبيرة. وانشروا الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.